اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل عيلة في الدنيا كلها. النهاردة فكرة الغدا مختلفة جدا. الأكل النهاردة فكرة غريبة وعجيبة وجميلة وسهلة وموفرة جدا جدا جدا. كل الكمية اللي معاكم ديت من حتت صغيرة كانت من الوراك، يعتبر وركين عملت بيهم غدا النهاردة. عملت أحلى فشار كنتاكي ولسان عصفور. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هبتدي فيها اللسان عصفور، علشان هو عقبال اللسان عصفور ما يتعمل ويستوي هنكون احنا خلصنا الاكل على طول. فكره الغدا النهارده في نص ساعه بس هتعملي احلى واجمل غدا. طبعا فكره اللسان عصفور انها في الغدا فكره جديده وفكره جميله وفكره سهله جدا جدا وان شاء الله هتعجبك. طبعا انا ولعت على لسان عصفور وكمان هولع على الطاسه هحمر فيها البطاطس، وبعد كده هوريكم احلى فشار كنتاكي تحفه تحفه تحفه. طبعا انا عندي بطاطسيتين هقوم مقشراهم، لازم اعمل لهم احلى غدا موفر طعمه حلو، حاجه جميله هتعجبهم جدا ان شاء الله. انا بقشر البطاطس بغسلها تحت الحنفيه، تمام، وهقوم مقطعاها كده على طول واقوم حطها على الطاسه من غير لا نقع ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه، تطلع لك مقرمشه وجميله جدا جدا. طبعا انا النهارده قلت اغير لهم في الاكل، اخلي لهم معالم الاكل حاجه تانية عشان التغيير في الاكل بيبقى حلو. طبعا احنا في الحر فما ينفعش نقف في المطبخ كتير، احنا استلقنا بما فيه كفايه صراحه، فان انا اقف في المطبخ كتير ده كتير قوي بصراحه. فانا قلت في ان شاء الله في نص ساعه اكون عملت لهم احلى اكل. طبعا انا الفراخ دي كانت متبله عندي. طبعا التتبيله سهله جدا، طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل والسبع بهارات وشويه ملح وجوز الطيب وفلفل اسمر وبس وصويا صوص ودبس رمان، مفيش اكتر من كده. تضربيهم في الخلاط وتحطيهم على الفراخ بتاعتك وتقطعيها صغير، تمام كده. بقى لسان العصفور بتاعنا حطينا فيه مكعبين المرقه، هنحط الملح، هنحط السبع بهارات، شويه فلفل اسمر والصلصه بتاعتنا، ومفيش اكتر من كده. هتاكلي احلى واجمل لسان عصفور مفلفل تحفه يا جماعه، تحفه. صدقيني لو جربتي الغدا بتاعي النهارده هيعجبك جدا جدا. طريقه مختلفه في اللسان عصفور، طريقه سهله مبسطه. هتحطي له معيار الميه بتاعه اقل من الرز علشان يبقى مفلفل معاكي، لان الرز ما اللسان عصفور ما بيحتاجش ميه كتير. لو انت حابه ان انت تزوديه او انت حابه تعمليه بشوربه بطريقته حلوه براحتك، بس هو عامه انا عاملاه لسان عصفور مفلفل. اول حاجه انا حطيت هنا كيس نشا، حطيت شويه لبن، حطيت بيضايه، وهحط كمان معلقه خل، فلفل اسمر وملح، وكمان شويه دقيق، تمام، 4 5 معالق كده، وهنلفهم كويس. طبعا الخلطه دي انا بعملها ليه؟ لان انا متبله الفراخ تتبيله عاديه اللي هي بالطماطم والبصل والحاجات دي. لو انا عامله التتبيله ديت ونقع فيها الفراخ ومتبلاها قبلها بيوم ما كنتش طبعا هحتاج للخطوه ديت. انما انا عملت الخطوه ديت ان انا علشان انا متبله الفراخ بتاعتي بالطماطم والبصل والفلفل والحاجات دي. طبعا انا حطيت هنا كمان حوالي كوبايه من الدقيق وكيس نشا، شويه فلفل اسمر وملح، مش اكتر من كده. كل ده انا شغاله مره كله مع بعضه، يعني مولعه على لسان عصفور، مولعه على البطاطس، بتبل الفراخ بتاعتي علشان اني انا اسوي كله مع بعضه خلال نص ساعه. يا جماعه كنت مخلصه الغداء، كان تحفه تحفه تحفه. ادي بقى الفراخ الصغيره اللي انا بقول لك عليها ديت، كانت قطع صغيره كانت عندي من التتبيله اللي فاتت، تمام. طبعا وكان معايا عندي وركين 2 فعملت بيهم احلى غداء من الحتت الصغيره اللي طلعت وانا كنت بتبل الوراك. فديت طلعت من طعم الوراك احلى واطعم بكتير جدا 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 من الصدور. جربيها وصدقيني على ضمانتي وهتعجبك جدا باذن الله. طبعا انت ما عندكيش علبه كده زي، حطيهم في الدقيق بالنشا واقعدي قلبي فيهم 4 5 6 10 مرات كده علشان يطلعوا لك الكفر بتاعهم من بره او القشره بتاعتهم من بره مموجه كده، وتطلع لك زي الفراخ اللي انت بتجيبيها من كنتاكي.
طريقة سهلة، طريقة جميلة جدا، وطعم الفراخ كان تحفة يا جماعة. طبعا كده خلاص البطاطس اهي احمرت. البطاطس دي ما بتاخدش لون، بس انا اللي حبيت ان انا ازودها شوية في التحمير بتاعها علشان تفضل مقرمشة عبال ما اخلص الاكل بتاعنا، وفعلا كانت مقرمشة وكانت جميلة جدا. هنقول بقى بسم الله كده ونحمر الفرايد تشيكن او الفشار الدجاج بتاعنا. طريقة جميلة وسهلة وحلوة قوي قوي قوي. اهم حاجة انت ما تقلبهوش، انت مسافة ما تحطيه ما تجيش جنبه خالص، غير لما يحمر تقومي مقلباه عادي وتطلعيه براحتك عادي. طبعا انا كده بقيت الكمية حطيتها، وكمان برضو هبدرها في الدقيق وهحطها وهنقعد برضو ننخلها كده 3 4 5 مرات كده، تمام، عشان تاخد لك الكفر اللي بره، اللي هو شكل اللي انت بتجيبيه من بره بالظبط. بس ده انضف واحلى واطعم وحاجه كده، اللهم بارك. كده كمان الطاسه بتاعتنا هي كمان احمرت، اللي احنا حطيناها الاولانيه جميله جدا 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 جدا. ان شاء الله تعجبك، وان شاء الله تجربيها وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك اذا الوصفه النهارده عجبتك باذن الله. عملت لهم احلى غدا، هم كانوا بصوا مبهورين بيه. وكمان بعت جبت لهم كاتشب من بره، انا ما كانش عندي كاتشب، الكاتشب كان خلص، جبت لهم اكياس كانهم جايبين وجبه من بره. المختلف في الوجبه ايه؟ اني انا بدل الرز عملت لهم لسان عصفور، بس كان اختلاف وكان طعمه حلو جدا. تمام. كده انا كمان كان عندي القطع اللي هي الكبيره بتاعت الوركين اللي قلت لكم عليه، يبقى انا قطعتهم كذا حاجه، يعني كذا على كذا حته كده، علشان كمان ان هو يعني تبقى فيها حتت صغيره وفيها حتت كمان كبيره. بصوا بقى اللون، اللهم بارك، تحفه. وقعد مقرمش لفتره طويله جدا جدا، قعد مقرمش كمان لحد بالليل. يعني بصوا، وهو طبعا ما باتش حاجه عشان اقول لكم ان هي بات وكان تاني يوم كان طعمه مقرمش، لا هو ما قعدش صراحه. يعني احنا مثلا اتغدينا حوالي الساعه 6 لحد الساعه 11 بالليل كان مقرمش جدا، وبعد كده اللي فاض الولاد كلوه يعني. تمام. بصوا بس اللهم بارك، بصوا على لسان عصفور، اللهم بارك، مفلفل، طعمه حلو قوي 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 وجميل جدا وسهل. بصي انتي لو جربتيه هتدمنيه، اختلاف، طعمه حلو، هيعجبك باذن الله. ويلا بقى نغرف ونقول بسم الله. ادينا غرفنا الاكل بتاعنا، اللهم بارك. احلى واجمل غدا النهارده، هنقول فرايد تشيكن او هنقول فراخ كنتاكي او